صلاة الفجر مقياس للنجاح. صلاة الفجر بداية كل خير في حياتك. صلاة الفجر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلش حروبه بعد ما يصليها. خسران اللي بيضيع صلاة الصبح. أنا دائما بصليها. اوعى تقول لي ان عندك اخلاق وانت بتصليش. بما ان علاقتك مع ربك علاقة سلبية، فيش اخلاق بينك وبين ربك، كيف بده يكون عندك اخلاق؟ اصحى يضحكوا عليك الناس تقول عنك انت مليح بس بتصليش، لازم تصلي. لا، انت مش مليح. اوعى تضيع الصلاة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا ريت كل الكباتن زيك، ويا ريت أي معلم بيعلم أي حاجة يكون زيك يا كابتن. ليه يا جماعة؟ للأسف الشديد دلوقتي الناس بقت بتهتم بالدنيا. الصلاة دي آخر حاجة في حياتنا. المدرس يبقى شغال والأذان يأذن، الولد يقول له يا مستر أنا عايز أروح أصلي، يقول له لا بعد الدرس بعد الحصة. ده أنت المفروض القدوة، المفروض أنت اللي تقول لهم يلا نصلي مع بعض يا جماعة، مش خلاص الفلوس الحصة. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها. لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة. ربنا مش هيبارك لك في أي حاجة بتلهيك عن الصلاة. اللي أنا عايز أقوله اهتم بصلاتك، ولا شغلك هينفعك ولا دراستك هتنفعك ولا أي حاجة هتنفعك. صلاتك اللي هتنفعك في قبرك، صلاتك اللي هتنفعك يوم القيامة. يعني ايه؟ يعني اول ما الاذان يأذن سيب تدريبك، سيب درسك، سيب كل حاجة، صلي، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما كان الاذان يأذن وقعد مع اصحابه او زوجاته، ويقول لك وشه يتغير وكأنه ما يعرفناش، ويروح يسيبهم ويروح يصلي. الصلاة يا جماعة ما فيهاش هزار. تاني ركن من أركان الإسلام تركها كفر على طول. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فنهتم بصلاتنا يا جماعة، نهتم بصلاتنا، لأن أول حاجة نتحاسب عليها يوم القيامة الصلاة. إن صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.